النهارده هنعمل فلوج جميل. هنروح المتحف المصري القديم اللي في التحرير، وهفسحكم معايا النهارده بقى في المكان الجميل ده. طبعا هم عملوا متحف جديد اسمه المتحف الكبير في عند الاهرامات، بس لسه ما عملوش الافتتاح بتاعه. طبعا هنعمل فلوج مع بعض في متحف التحرير، بس طبعا ما تنسوش تحطوا لايك وتدعموني وتشجعوني عشان اظهر معاكم ان شاء الله في اقرب وقت ونعمل فلوجات كتير مع بعض. يلا ندخل المتحف. الموميات يعني اللي هم المفروض متحنطين، ودي التوابيت بتاعتهم، بس انا بصراحه مش عايزه ادخل، فمش عارفه هي التوابيت دي فيها حاجه دلوقتي ولا لا علشان فاضيه. هم نقلوا طبعا معظم الحاجه اللي في المتحف نقلوها في المتحف الكبير، وده المتحف القديم، فمش عارفه التوابيت دي فيها موميا ولا اتنقلت هناك، مش عارفه. بصوا دخلتوني دخلت برضه كلها
اللي هي الحاجات اللي بتحط فيها الموتى يعني. بصراحة تحف يا جماعة، بس الزخرفة والألوان وكل ده عشان الميت. سبحان الله سبحان الله. طبعا أنا متهيألي شايفة من بعيد الموميات بس. تعالوا بقى ما اوريكم بقية الذهب والحاجات الحلوة أحسن. واو واو شكله جميل قوي. تعالوا نشوف ده ايه. المفروض ان قاعد فوق عربية، والعربية متلونة بمية الذهب تقريبا. كل ده ذهب. بصي ملونينه بالذهب ازاي. واو. في اوضه هنا بتاعت توت عنخ امون، دي فيها كل الحاجات الجولد يعني حاجات الذهب، فممنوع التصوير فيها، بس هي احلى حاجه في المتحف بصراحه. احلى حاجه فيها القناع الذهبي، وفيها توابيت كلها ذهب، وفيها يعني الحاجات اللي كان بيستخدمها كلها من الذهب، فممنوع التصوير فيها. دخلتها واتفرجت عليها، تحفه بصراحه. ده جولد اهو، بس مش عارفه ده ايه برضو. واو تحفه قوي. ده ايه ده؟ بصوا ده مكسوره من الخشب المذهب على زحافه يعني. انا بقرب لكم عشان تقروها انتوا. ده المنظر اهو. استنى ما ابعتلكوا شويه. شكله غريب بس هو كله بالذهب، شايفين كله ذهب، شكله تحفه. واو ده شكله حلو قوي. تعالوا نشوف ده ايه. واو كرسي مرصع بالاحجار والذهب، شكله تحفه. واو اكيد ده كرسي ملكي يعني. اهو ده مسند قدم لتوت عنخ امون خشب، ده اللي تحت ده مسند القدم. بقى الكرسي كرسي الاحتفالات للملك توت عنخ امون. واو. في غرفه تانية اسمها ايه مش عارفه. تعالوا نشوف اسمها ايه، بس مش عارفه اصلا هي جواها ايه. مكتوب بسوسنس الاول. تعالوا نشوف جواها ايه. يا رب ما يكونش ممنوع التصوير. طلع برضو حاجات كلها ذهب وممنوع التصوير فيها حاجات حلوه قوي برضو. ده تابوت كبير قوي. واو هذا شيء عظيم. سبحان الله، عملوا الحاجات دي ازاي يا جماعه والله. واو. لقينا غرفه تانية برضو مكتوب عليها المقابر الملكيه في تانيس صانع الحجر بالشرقيه. مش عارفه ممنوع التصوير ولا لا. هنا في زي سوق كده بقى، لو عايزه تشتري بقى سوفينير وحاجات. دي زي مجلات وصور وكتب الله. الحاجات دي بتتلزق على التلاجة. حلوة اوي. الله عجباني قوي الجمال دي قوي، شكلهم حلو قوي. مكتوب عليها I love Egypt. وهنا كمان سلاسل، شكلهم حاجات بقى ايه فرعونية وكده، والكف حاجات بقى فرعوني، والعين الفرعونية دي. واو. وهنا بقى كتب عن الفراعنة وكده، اكيد فيها قصص يعني. بس الموجات دي تحفة. بس بقى الحاجات السوفينير الكيوت دي، اهرامات وحاجات بقى جميله قوي، كاسات واطباق.
هي النوتس الصغيره دي، حاجات حلوه قوي. وعاملين منها كمان الوان وكراسات. وهنا العمله بتاعتنا ربع جنيه ونص جنيه. بصوا دي زي الحاجات اللي احنا شفناها في المتحف بالظبط، الحاجات اللي هي التماثيل وكده، شكلهم حلو قوي. الاسعار يا جماعه تتراوح من 150 وانتي طالعه بقى 200 300 400 كده. اشترينا الحاجات دي شكلها حلو قوي. ده بيتشال فيها الموبايل، وكمان عامل فيها سوسته كده يتحط فيها فلوس او كارت، حلوه قوي. جبناها كده عشان تبقى سوفينير من اليوم الفلوج بتاع متحف المصري. كان يوم جميل يا جماعه. طبعا عاملين كافيهات هنا بره بعد السوق ده. عاملين كافيهات بره بقى عشان ايه تطلعوا بقى تظبطوا نفسكم بقى، تبقوا طالعين جعانين وعطشانين وحرانين وكل حاجه، تطلع تظبط نفسك كده. صراحه المكان اتغير، انا جيت من كام سنه كان المكان ما كانش كده، مجددين في حاجات حلوه قوي المكان.